سلام. فهاد السيري اللي غادي تبدا اليوم وتطول ان شاء الله غادي نهضر لكم على الجديد اللي كاين في العالم ديال التك اون جينيرال، وحتى لي غيمور من لي مارك اللي كيعجبوكم بحال ابل، سامسونج، شاومي، جوجل وماركات اخرى، وهادشي كامل باش نبقاو عاجور. في هاد الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على جوجل بيكسل 10 اللي يلاه خرج هاد الايام، وغادي نهضروا على بليس دو غيمور على الايفون 17 ولي كولور جداد، وحتى الشكل ديال الايفون كيفاش غادي يولي من القدام، واول ايفون كيطوى بحال الفولد 7 ديال سامسونج. زعما هاد البلان واش يقدر يكون بصح. قبل ما نبدا بغيت نقول مرحبا بكم، سميتي عبد الاله، كندير تيك ريفيوز هنا فلاشين عندي. الا كانت اول مره ليك هنايا ومازال ما ابونيش راك عارف دفع معنا الكروسه بواحد لايك وابوني. الا عندك شي كيسيون لوح لي لتحت في لي كومونتير، ولا دخل عندي الانستغرام اللي غادي تلقاو هنايا راه كنجاوب على كاع الميساج. ندوزو نبداو بالجوجل بيكسل 10 اللي لاعلين خرجوا فيها 4 تليفونات. عندنا بيكسل 10، بيكسل 10 برو، بيكسل 10 برو اكس ال، بيكسل 10 برو فولد. الثمن ديالهم $799، $999، $1199، والفولد داير $1799. شكلا بعدا واش كاين شي ديفيرونس فينا هو في هادو البيكسل 10 وفينا هو البيكسل 9؟ دونك ابل ماشي بوحدها اللي ما كتبدلش لنا الديزاين. المهم الشكل هو اللي بيان سور ماشي خايب، وامون افي كيبان واعر بالجد، وغالبا غادي تبقاو نشوفوه كل عام. الماتيريالز باش مصنوع ما بدلوا فيهم والو، يعني باقي الفريم بالالومنيوم. الكاميرا سيستم ديالو البارتي هاردوير نفسها نفس العام اللي فات، من غير البيكسل 10 نورمال اللي ولا فيه سيستم ديال الكاميرا كيجيب 3، واللي مقارنه مع البيكسل 9 فيه غير 2. الكاميرا اللي تزادت هي تيليفوتو، ليكرون حتى هي في كاع هاد لالين ما زادوا فيها والو، من غير الاضاءه اللي تزادت تقريبا بشي 10%، يعني نقدروا نقولوا ما تزاد والو. مي الريزوليسيون، البيكسل دنسيتي والحجم ديالها كلشي بقى هو. الباتري ديال لالين كامله زادوا كبروا الكاباسيتي ديالو واحد شويه. وبالنسبه للبيكسل 10 برو فولد حتى هو ما كاينش تغيير كبير. ليكرون اللي على برا زادوا كبروا واحد شويه، ولات فيها 6.4 بوس مقارنه مع 6.3 في البيكسل 9 برو فولد، ودابا ولا فيه اي بي 68 ريتين. مي من الحوايج اللي تزادوا هذا العام هو جوجل سناب، بحال قلتي ليكيفالون ديال ماك سيف اللي كاين في الايفون. واخيرا جوجل دارت هذا البلان، دونك زادوا فيه تشي دو شارج سون فيل بالمغناطيس اللي مانستالي في الدار ديال التليفون. ودابا لي تليفون ديالهم ولاو كومباتيبل مع واحد المجموعه ديال لي زاكسيسوار بحال اللي كاين في الماك سيف، يعني لي باور بانك، شارجور، بوب ساكيت، ستاندز، الواليتس الى اخره. اما بالنسبه للتشيبسيت فهاد العام داروا فيه اخر جينيراسيون من التنسر اللي هي تنسر جي 5، تشيبسيت جديده اللي خاصه بالتليفونات ديال جوجل. جوجل في البلان هذا كيماركيتيوها على اساس انها سرات 30 حتى 35% من تنسر جي 4 واللي كانت كتجي العام اللي فات في لي تليفونات بيكسل 2. مي الا بغينا نقارنوا البيرفورمانس ديالها ديال بصح، هنايا خصنا نقارنوها مع وحده بحالها في نفس سيغمون دو بري. في هذا لوكا عندنا سناب دراجون 8 جن اليت، واللي في البنش ماركس ديالهم بجوج اللي كاين في الانترنت كاين فرق كبير، واللي صراحه ما بلانش، حيت الثمن ديال التليفونات ديال بيكسل راه ثمن ديال الفلاج شيبس. على حسب الموقع gizmochina.com سناب دراجون 8 جن اللي احسن من تنسر جي 5 تقريبا ب 40% في السنجل كور، و60% احسن في المالتي كور، هادشي على حساب جيك بنش. اما البنش مارك الاخر انجوجو فرا سناب دراجون 8 جن اللي احسن منه تقريبا بالدوبل، يعني بيرفورمانس احسن بالدوبل في السي بي يو والجي بي يو. اما بالنسبه للبارتي هاردوير فمن غير الوان جداد بيان سور وشي حوايج هنا ولهيه فرا ما كاينش شي. اما بالنسبه للبارتي سوفتوير فزادوا انتيغراو لعيبات كثار ديال الاي اي فيه، بحال بروريس زوم، زادوا في الكاميرا الزوم حتى ل 100 اكس. هنا بيان سور ماشي زوم اوتيك مي زوم ديجيتال اللي مبروسيسي بالاي اي. ملي كتاخذ تصويره لشي حاجه فريمون بعيده ب 100 اكس الاي اي كيعاون يبروسيسي التصويره باش يكون عندك ريزولتا احسن. بيان سور هذا البلان ماشي اول مره كيدار، فراه دارتو سامسونج قبل منا، وصراحه على حساب ما شفت في الانترنت الريزولتا ديالو مخيرين. الكاميرا كوتش اللي كتعاونك بنصائح هادشي اللي كنتي باغي تصور شي واحد بورتري، ريل تايم كول ترانزليشن، يعني الا كنتي باغي تهضر مع شي واحد كيهضر بلغه اخرى التليفون في لابيل كيترجم لك الهضره ديالو باش تفهموا بعضياتكم، وهادشي بلا ما تحتاج شي مترجم. فونكسيون زادوا واحده اخرى هي الماجيك كيو. هذا البلان هذا بحال شي مساعد عندك كيكون معاك في لابيل ولا في الشات وكيعطيك اقتراحات، وهادشي بطبيعه الحال باش يسهل عليك الماموريه. دابا ندوزو للايفون 17، خرجوا بزاف ديال التسريبات جداد عليه، ومبقاش صراحه الوقت بزاف باش نعرفوهم واش بصح ولا لا. ايام قليله باقا على المؤتمر ديال ابل، وهادشي باش انونسي لينا. ابل راه ديجا انونسات في لو سيت ديالها لو 9 سبتمبر غادي يكون المؤتمر، وغالبا موراها ب3 ايام ولا 4 ايام غتكون قادر بانك تبريكوموندي. دونك بقات غير شي 10 ايام واللي غالبا غادي لايف ستريمين فلاشين اوفيسيال عندهم في يوتيوب. وجمعت لكم هنايا 5 ديال احسن تسريبات. اول تسريب على الايفون 17 ار واللي كتعتبر اكبر ريديزاين من عند ابل
في هاد الاعوام الاخرين. الاخبار اللي كاينه هو انه جا باش يرومبلاسي الايفون 17 بلس، دونك سيري بلس باي باي. السميه ديال الايفون 17 اير ماشي اوفيسيال حتى الساعه، دونك باقي حتى واحد ما عارف شنو غادي تكون سميتو اكزاكتومون. اللي بيان سور الا شفتوا الفيديو اللي كنت درت على الايفون 17 والتسريبات ديالو اللي غادي تلقاوه هنايا، غادي يكون ارقق تليفون في العالم واللي السمك ديالو غادي يكون 5.5 ملم. هنا مزيان، مي ليكس كيقولوا بانه غادي يجيب كاميرا وحده فيكو شحال رقيق، واللي غالبا غادي تكون هي الوايد 48 ميجا بكسل واللي ديجا شفناها في لي ايفون 16 15 و 14. لي رومور عليه عاوتاني كيقولوا بانه غادي يجيب كولور بلو سيال، تصاور كيبان قريب لهذاك اللي كان جا في 13 برو واللي عجب بزاف الناس. الايفون 20 ريديزاين ما بين الايفون 17 اللي غادي يخرج هذا العام حتى الايفون 20 اللي غادي يخرج من 3 سنين، ابل غادي تبدا تريديزاين اللاين ديال لي ايفون كومبليتمون، وهادشي باش تسيليبري الذكرى ديال 20 عام على اول ايفون خرج. اول ايفون فولدبل على حساب لي رومور كيقولوا ما بقى ليه والو غادي يجي العام الجاي. اخيرا من بعد ديزاني ديال لي رومور اول ايفون كيطوا، واللي بيان سور الستيل ديالو غادي يكون بحال اي فولدبل في المارشي، بحال مثلا سامسونج زي فولد 7. على حساب لي رومور كيقولوا بان ليكرون الخارجي ديالو يكون فيه 5.5 بوس، وملي غادي تحلوا ليكرون كبيره ديالو الداخل غيكون فيها 7.8 بوس. في الانترنت كاينين حتى سبيكس الاخرين ديالو بحال الباتري، الكاميرا اللي كيقولوا غادي تجيب 4 وبزاف المعلومات وحدين اخرين. غنخليكم اللين لتحت الا بغيتوا تعرفوا عليه. دي كولور جداد واول مره غادي نشوفوهم. الايفون برو من نهار خرجوا كانوا غالبا كيجيو بدي كولور اللي هما مطفيين، يا اما كتلقاه ابيض ولا كحل ولا كري ولا كتلقاه في شي شيد ديال الزرق ولا الخضر. مي كاينين دي رومور بان الايفون 17 برو غادي يجيب كولور اورانج. غتكونوا شفتوه في الانترنت، صراحه كيبان اللون واعر وانيق، سيرتو انه ميل شويه النحاس، وبلا شك اللي كان هاد الكولور فري غالبا غادي يكون هو الاكثر مبيعا في لالين كامله. ال 120 هرتز اللي برست لكم راسكم ونفخت لكم راسكم بها، هذا الجديد كامل اللي كاين في لالين ديال الايفون 17، وهذه الخاصيه الوحيده لاعوام هذه وكنتسنى ابل تزيدها، وهي الخاصيه اللي كانت كتخليني نريكوموندي لي ايفون برو اكثر من العاديين. بيان سور على حساب شنو كدير انت بالتليفون والاستعمال ديالك. على حساب لي ريمور ال 120 هرتز غادي تولي في لالين كامله، يعني ماشي غير الايفون 17 برو 17 برو ماكس، مي غادي تولي حتى في الايفون 17 نورمال و17 اير. وغالبا ابل اللي دارت هذا البلان ما غاديش تعطيك خاصيه ال تي بي او فيها، وهذا الشيء بيان سور باش تخلي واحد ديفيرونس علاش البرو، ميم سي واخا يديروها ما كاينش مشكل. اهم حاجه هي 120 هرتز. لي برودوي الاخرين اللي غادي تلونساو في 9 عندنا الابل واتش 11، عندنا الابل واتش الترا 3 والاس او 3، وحتى الايربادز برو 3، واللي اخيرا غادي يديروا الميزاجور من بعد 3 سنين. هادو كانوا اهم التسريبات والاخبار لحد الساعه. شكرا على المشاهده، شكرا على السبسكرايب وحتى اللايك. الا مازال ما درتيها راك عارف. شكرا مسبقا، هادشي اللي كاين. الله.